ربي، انت خلقتنا ليك، وقلوبنا مش باش تلقى سلامها إلا فيك انت. هذه قصة راجل من الجزائر، راجل أثر في تفكير الحضارات الكل، مش في شمال أفريقيا برك، ولكن في كل بلاصة من هالعالم. كانت الإمبراطورية الرومانية بين القرن الرابع والخامس ساحة لصراع الأفكار على أمور تهم الإنسان وسبب وجوده. خرج الإيمان المسيحي من قرون الاضطهاد ولا يحتل مرتبة هامة، ولكن الديانات القديمة اليونانية والرومانية ما زالت ما ماتتش، وبرشا ديانات أخرى حاولت تتخلط بين المفاهيم الفلسفية الشرقية وحبت تحطها على أساس إنها مصطلحات مسيحية. ولكن للأسف كل هالأفكار في الواقع ما عندهاش حتى علاقة مشتركة بالمسيحية. وزيد على هذا رجعت الفلسفة اليونانية القديمة وولات كيف الموضة وحياتها تيارات فكرية جديدة. الصراع هذا ما كانش فقط بين ناس عندهم اختلاف في الأفكار، ولكن الصراع هذا وصل له قلوب وعقول كل رجل وكل امرأة. ونلقاو الشيء هذا خاصة في أقل راجل اسمه أوراليوس أوغسطينوس. تولد أوغسطينوس في عام 354 في مدينة تاغوستي في مقاطعة نوميديا الرومانية، واللي تتسمى توا باسم سوقهراس في الجزائر. كان الصراع اللي صاير بين الآلهة الرومانية والديانة المسيحية عنده تأثير واضح على عائلة وحياة هالشاب أوغسطينوس، على خاطر الصراع هذا كان موجود بين بوه وأمه. كانت أم أوغسطينوس مسيحية ومش بالاسم برك، ولكنها كانت مسيحية حقيقية بالإيمان والممارسة. اسمها مونيكا، وهالاسم يرجع بجذوره إلى ثقافة شمال أفريقيا. كان أوغسطينوس يتبع في إيمان أمه، ولكن ما كانش عنده نفس الالتزام اللي عندها. تبع بطريسيوس بو أوغسطينوس ممارسات الآلهة الرومانية القديمة، وما كانش عنده حتى اهتمام ولا رغبة بالمسيحية. كان من الواضح زاد أنه بطريسيوس ما زال مواصل علاقاته الجنسية خارج إطار الزواج. ولكن كانت فما حاجة مشتركة بين بطريسيوس ومونيكا. الحاجة هذه أنهم كانوا مقتنعين اللي ولدهم لازم يحصل على تعليم باهي. ما كانوش فقراء، ولكن المبلغ المطلوب ما كانش سهل أنهم يدفعوه. والدين أوغسطينوس بعثوه باش يقرأ في مدينة مادور اللي هي بلدة مش بعيدة عليه برشا، ومن بعد وقت اللي ولع عمره 16 مشى لقرطاج. في قرطاج حس أنه ضايع بين قوام الضاربة وطرق معيشة مختلفة. فمن ناحية حس بالانجذاب للذة والحرية الجنسية اللي ما تقودهوش للحرية الحقانية، أما تخليه يعيش عبد لشهواته. أوغسطينوس سماها الغلاية متاع الشهوات. ومن ناحية أخرى فإنه دراسته للمحامي ورجل الدولة الروماني القديم شيشرون جذبته وقوات فيه الرغبة في تحقيق نجاحات فكرية. قال شيشرون: يا أخي لازم علينا نسعى وراء الملذات متاع الجسد. الدوافع الشهوانية هي أقوى المشاعر، والدوافع الشهوانية أكثر مشاعر معادية لحب المعرفة. وأي راجل يحصل ويولي سجين للشهوات هذه فإنه ما عادش ينجم يركز على حتى شيء آخر. صلى أوغسطينوس وقال: يا ربي أعطيني العفة والصبر، لكن مش توا. رجع أوغسطينوس للعهد القديم متاع الكتاب المقدس، ولكنه حس بخيبة أمل. توقع يلقى عمق فلسفي فيه، ولكنه ما لقى فيه كان قصص للآباء القدم والملوك والأنبياء في الشرق الأوسط. ابعد أوغسطينوس على الإيمان المسيحي اللي تربى عليه وهو صغير،
وهو في قرطاج عاش تجربة غرامية، ولسوء حظ أوغسطينوس أنه المرأة اللي حبها ما كانتش من نفس الخلفية الاجتماعية اللي جاء منها هو، وحسب المعايير الاجتماعية الرومانية كانوا ينجموا يعيشوا مع بعضهم ويحلفوا أنهم يكونوا أوفياء لبعضهم، ولكن ما عندهمش الحق يعرسوا. كانت تنجم تكون الخليلة متاعه من غير ما تسبب له مشاكل اجتماعية، ولكن ما يمكنش تكون مرته قدام الناس بسبب الاختلافات في الطبقة الاجتماعية. وكانت الأمور هذه تتكرر في الوقت هذاك كما في أيامنا هذه. اختاروا أنهم يتنازلوا على الزواج كما ربي أسسوا حتى يرضيوا التقاليد الاجتماعية، وبالرغم من كل شيء جاهم ولد من العلاقة هذه وسماوه أديوتاتس، واللي معناها هبة من ربي. كانت فما مجموعة في قرطاج جذبت اهتمام أوغسطينوس وهي المانوية. النساء والرجال هذم كانوا يتبعوا في تعليم ماني، وكان ماني زعيم ديني عاش في بلاد فارس قبل 100 عام. المانويين ما كانوش يشوفوا أنه الله هو الخالق القدير، ولكن على العكس تماما شافوا الحياة على أساس أنها صراع متواصل بين الخير والشر، بين النور والظلمة. فبالنسبة لهم الخالق القدير ما يسمحش بوجود الشر، لكن الشر موجود. على هذاك بالنسبة لهم فإنه إله اليهود والمسيحيين اللي خلق العالم المادي ما ينجمش يكون كان شيطان شرير، وكان لازم يترفض حتى بدوناتهم وشهواتهم، لازم يأدبوها ويعاقبوها حتى تطهر عقولهم وأرواحهم بالنور. أعضاء هالدين كانوا يتسموا المنتخبين، الناس اللي كيما أوغسطينوس كانوا فقط مهتمين، وكانوا يتسموا السامعين. ادعى المؤسس متاعهم ماني أنه واحد من رسل يسوع المسيح، وزاد أنه تجسد لبوذا وللإله الهندوسي كريشنا وللزعيم الديني الفارسي زراديتش. المانويين يقولوا أنهم يؤمنوا بيسوع، ولكن بالنسبة ليهم حكاية الصليب والقيامة ما لهم إلا تعبيرات صوفية رمزية. بالنسبة ليهم آلام المسيح مش حقيقية، وهي فقط مجرد مظهر. ما كانش فما في الدين المنوي بلاصة للإيمان وفكرة الخلاص من خلال موت المسيح وقيامته زادة. ومع كل هذا انجذب أوغسطينوس للطائفة هذه، وكان يبدو أنه تعاليمهم تعكس الصراعات الشخصية متاعه بين النور والظلمة. برشا أسئلة دارت في مخ أوغسطينوس، وكان الجواب دائما كالعادة: توا وقت اللي يجي قايدنا فوستوس القرطاج توا يجاوبك على أسئلتك. في عام 375 رجع أوغسطينوس لداره في ثاغست، وخذا بلاصته غادي كمدرس. وبالطبيعة وقت اللي عرفت أمه أنه متأثر بالمنوية خافت وترعبت، وشافت أنه حاجة خايبة برشا أنه ولدها يتغرم بالفلسفة متعارضة برشا مع تعاليم الكتاب المقدس. موقع أوغسطينوس كمدرس في ثاغست ما دامش برشا، وأوغسطينوس رجع بعدها القرطاج. وكان أوغسطينوس ما زال ديما مهتم بالمانويين، ولكن ديما عنده برشا أسئلة. قال بأنه ديانتهم متركزة على الفكر والمنطق والفهم، ولكن اعتقادهم بالسماوات العشر والثمانية كواكب والشمس والقمر كانت تتعارض مع اللي اكتشفوه الفلكيين اليونانيين والرومان من قرون طويلة. وما جاء فوستوس القرطاج كان بعد سنوات. Levate in excelsum oculos vestros. Videoluna metestelas. Videoterram. Etiam contemplativus nobis quanum benditur. Ecimus coela decem et terra octosunt. Electi sumus. وحتى كيف جاء كان مش بالسهل انه يقابلوه الناس، ولكن اخيرا اخذ اوغسطينوس فرصته باش يتقابل معاه. كان فوستوس شخصية مبهجة، وكان يظهر انه مليان بالخير، وكان يظهر حسن النية ويعبر على روحه بالكلمات المناسبة. كان يعتقد انه المنوية كما يشوفها هو هي اللي تمثل الايمان المسيحي الحق والخالي من الاغلاط. ولكن فوستوس ما كانش متعلم برشا، قرأ شوية من كتابات متاع شيشرون وكتاب ولا زوز كتب متاع الفيلسوف الروماني سينيكا وشوية كتب متاع شعر، والواضح انه ما كانش عنده اجابات.
حس أوغسطينوس بخيبة أمل كبيرة ياسر، وولات المنوية بالنسبة ليه ثنية مسكرة وما عندها وين توصل. تخصص أوغسطينوس في فن الخطابة، وهو فن يستخدم الكلام بطريقة تخلي الناس يعجبوا بيك. وفن الخطابة مهارة لازم منها إذا باش تخدم في القانون ولا في السياسة. وبعد بضع سنوات فقط التلميذ هو بيده ولا معلم، ولا يقري في فن الخطابة في قرطاج. خطط أوغسطينوس أنه يحل مدرسة تقري الخطابة في روما، ولكن كان يعرف أنه أمه باش تحاول تمنعه من أنه يبعد عليها ويبعد على شمال أفريقيا. على هذاك حصلها. وفي الوقت اللي كانت فيه أمه تصلي في الكنيسة هز أوغسطينوس عائلته وركب سفينة باش تعبر به البحر الأبيض المتوسط. في وقت أوغسطينوس كانت روما تبدلت وولات ما عادش كما قبل. 50 عام التالي الإمبراطور قسطنطين بنى روما الجديدة بعيدة في الشرق وتسمات القسطنطينية. وبعد وفاته تقسمت الإمبراطورية على زوز. مركز السلطة متاع الإمبراطورية الغربية قعد حتى الوقت معين في مدينة روما القديمة، ولكن حتى في إيطاليا بيدها تنقل مركز السلطة نحو الشمال ومشى لميلانو. الإمبراطور متاع الإمبراطورية الغربية فالنتينيان الثاني ما زال عمره ما فاتش 13 ويلقى روحه في قلب عركة على السلطة. كان إمبروز اللي هو الأسقف متاع ميلانو يؤمن بالتعاليم المسيحية متاع الثالوث، وكان يؤمن بأنه يسوع المسيح هو بالحق الله، والحاجة هذه هي الأساس متاع الإيمان المسيحي. ولكن الإمبراطورة جوستينا اللي هي أم الإمبراطور الشاب كانت تدعم طائفة اسمهم الأريوسيين، وهما طائفة كانت ترفض التعاليم المسيحية هذه، وكانوا مستعدين يستخدموا السياسة باش يسيطروا على الكنيسة والدولة. حب حاكم روما أنه أوغسطينوس يمشي لروما ويخدم غادي كأستاذ متاع الخطابة، وكأستاذ متاع الخطابة كان متوقع منه أنه يعمل خطابات يمجد فيها الإمبراطور والقادة السياسيين الآخرين. لو كانت أم مونيكا في بلاصتو كانت تدعم إمبروز اللي هو زعيم للكنيسة وأسقفها، ولكن أوغسطينوس بعد على المسيحية وتخذل من المنوية وما عادش يعرف أصلاً باش لازم يؤمن. الوضعية هذه باش تغير له حياته بالكامل ولقى روحه من جديد وسط عركة إيديولوجية بخصوص الدين. نجم أوغسطينوس أنه يلقى ملجأ في الفلسفة. الكتابات متاع شيشرون كانت طول عمرها جذابة بالنسبة ليه. شيشرون هو روماني عاش 400 عام قبل وقت أوغسطينوس، وكانت عنده شكوك متواصلة في الناس اللي يقولوا برواحهم ويملكوا الحقيقة. زعما مستحيل أنه نعرفوا الحقيقة. كانت التجربة الشخصية متاع أوغسطينوس تأكد نظرية شيشرون، ولكن بالرغم من كل هذا أوغسطينوس باقي ما كانش مرتاح. زعما فماش حاجة مخير. الأسقف المسيحي إمبروز هو بيده كانت تعجبه أفكار شيشرون. يا أخي أوغسطينوس قرر باش يمشي يسمع إمبروز كيفاش يوعظ، وكان إمبروز واعظ ممتاز. أوغسطينوس عجبته موهبة الوعظ هذه اللي عند إمبروز، وكان إمبروز يتقن بالكدا اللغة اللاتينية. كان ذكي ومثقف، وكانت ليه معرفة مش بالكتاب المقدس بركة ولكن زاد بالأدب. كان إمبروز حاكم المقاطعة قبل ما يولي أسقف، وأثبت أنه القيم المسيحية تنجم ترشد المجتمع كما كتب الشعر والموسيقى، وكان داخل في الحركة الفلسفية الجديدة. كان أوغسطينوس منبهر، ولكن توا حياته الشخصية باش تاخذ منعطف غير متوقع. مونيكا جات من أفريقيا كانت فرحانة أنه ولدها يسمع في الوعظ متاع إمبروز، وعنده وضعية مهنية باهية، وحاولت أنها تعمل ترتيبات باش أوغسطينوس يتزوج من عائلة مرموقة وعندها نفوذ.
كانت تحب تتبع العادات الاجتماعية متاع العالم الروماني. مونيكا سمحت باش الطفل أديوتاتس يقعد، ولكنها كان لازم اضطرت خليلة أوغسطينوس اللي كان لازم يقعد عازب لمدة عامين قبل ما يكون له الحق إنه يتزوج. بعد بمدة كتب أوغسطينوس على الموضوع هذا: جرح نزف برشا وقت اللي قلعوا مني المرأة اللي كنت عايش معاها، واللي كانت ساكنة قلبي، واللي كانت عقبة قدام الزواج متاعي. لكنه رغم كل هذا ما عارضش قرار أمه. قالت خليلته بأنها ما عادش باش تعرس برجل آخر، ورجعت لأفريقيا. للأسف المواقف هذه في المجتمع الروماني ما كانتش غريبة، ومع كل هذا كانت الحكاية قاسية برشا ومدمرة. البحث على حقيقة خلى أوغسطينوس ياخذ ثنية جديدة. انخراط أوغسطينوس في حركة فكرية جديدة اسمها الأفلاطونية الجديدة، واللي رجعت إلى أفكار الفيلسوف اليوناني أفلاطون، واللي اعتمدت زادة على تعليم بلوتينوس اللي أصله من مصر، واللي جاء من مصر أصلا الروم في القرن الثاني. بعض الناس حسوا أنهم ينجموا يبنيوا على الماضي من خلال أنهم ياخذوا أحسن الحاجات اللي عند أفلاطون ويدمجوها مع وجهة نظر مسيحية للحياة. ناس أخرين فكروا أنه لازم يشدوا صحيح فقط في الفلسفة ويخلوا الدين بعيد شوية. الرجال اللي ينتميوا للمجموعة متاع الأفلاطونيين الجدد ناس متعلمين بالكدا وأثرياء وكان عندهم تأثير. ما كانش أوغسطينوس غني وما كانش ينتمي للطبقة السياسية. كانت اللاتينية لغته الأم اللي كان صغير، ولكن كانت له باينة من شمال أفريقيا، وكان فخور بإرثه اللي من شمال أفريقيا. كما كان ديما يقول، كان أوغسطينوس جزء من هالحركة بفضل تعليمه وفضوله الفكري، وكان على أوغسطينوس أنه يختار. أمبروس أعمل من أوغسطينوس راجل يحترم الكتاب المقدس، وبدأ أوغسطينوس في قراءة رسائل بولس اللي في العهد الجديد. في أواخر صيف عام 386 أوغسطينوس وصاحبه البيوس تلقاو زيارة متاع ضيف خاص. الضيف هذا هو إفريقي اسمه بونتسيانوس. بونتسيانوس كانت عنده وظيفة هامة في البيت الإمبراطوري، وعلى الطاولة اللي يستعملوها للألعاب شاف بونتسيانوس كتاب، وتفاجأ على خاطر اكتشف اللي هي رسالة متاع بولس الرسول. بونتسيانوس مسيحي ملتزم برشا بمسيحيته. وقت اللي قال أوغسطينوس أنه قاعد يقرأ ويدرس في رسالة بولس الرسول، حس بونتسيانوس أنه لازم يحكي لهم قصة أنطونيوس المصري اللي باع أرضه وعطاه فلوسه لكل الفقراء ومشى للصحراء وولا راهب وخصص حياته كلها للصلاة. قصة أنطونيوس مست حاجة شخصية في أوغسطينوس، وحديثه مع بونتسياس خلاه يفكر من جديد. إلى متى باش يقعد هارب من ربي؟ هو جرب كل شيء ولا حاجة شبعته ولا ريحته. من اللي كان يتلقى في التعليم من عند أمه ويسمع في وعظات إمبروز عرف إنه إنسان خاطي، ومن جهة نظر الله هو إنسان ما هوش طاهر، وربي قدم له غفران وحياة جديدة فقط من خلال يسوع المسيح. وما كانش فما حتى حل وسط آخر، كان قدامه زوز حلول بركة: يأكل شيء أو حتى شيء. شنو هذا؟ شنو اللي سمعته توا؟ رغم كل اللي تعلمناه طلعنا بلاش قلب وبلاش شجاعة. خلينا نشوفوا رواحنا كيفاش مذلولين في الحمنا وفي دمنا. يا أخي ماناش باش نحشموا على رواحنا اللي قاعدين متردين. الوقتاش باش نواصلوا على هالحالة؟ غدوة توا نعملوا حد للخطايا متاعنا، غدوة. لكن علاش مش من توا؟ علاش موش من توا نعملوا حد للخطايا متاعنا احنا؟ فجأة اسمع أوغسطينوس صوت طفل صغير. الصوت جاي ربما من ديار القراب. الصوت قال له: هز وقرأ،
هز وقرة. كلمات بولس الرسول: لا في العربدة والسكر، ولا في الفحشاء والإباحية، ولا في النزاع والحسد، وإنما البسوا الرب يسوع المسيح، ولا تنشغلوا بالتدبير للجسد لإشباع شهواته. يتقال إنه إرادة الإنسان كيف الكريتة اللي جروا فيها زوز حصن. الحصان الأول اسمه العقل، والآخر اسمه المشاعر. في إيمان أوغسطينوس بالمسيح فما 3 حاجات لعبوا دور كبير، واللي هما عقله ومشاعره وإرادته. حتى واحد ما كان يشك في حياته الفكرية كمسيحي، كان وقت اللي يصلي عادة ما يبكي بدموع، كان كله تابع للمسيح فعلا. قال أوغسطينوس بكلماته الخاصة: يا ربي، أنت خلقتنا ليك، وقلوبنا مش باش تلقى راحتها إلا فيك أنت. وتعمد أوغسطينوس في ليلة 24 أفريل 387 هبط في الماء وتغطس في اسم الآب والابن والروح القدس. وفي آخر العام هذاك أوغسطينوس وأمه مونيكا وولده أديوتاتس هزوا رواحهم في رحلة إلى جنوب أوستيا وين فما البورت متاع روما. حبوا يبحروا القرطاج، وكان البورت وقتها مسكر بسبب مشاكل سياسية في الإمبراطورية. يا أخي رصدت لهم إنهم يستناوا. حست مونيكا أمه إنه هدف حياتها اتحقق. كان فما سبب واحد يخليني نعيش، السبب هذا هو إني نشوفك وليت مسيحي قبل ما نموت، وربي أعطاني أكثر من اللي تمنيته. شنو اللي تبقالي باش نعمله في هالعالم؟ مرضت مونيكا، وبعد 9 أيامات ماتت. وفي أواخر عام 883 رجع أوغسطينوس مع ولده لشمال أفريقيا، أبحروا في اتجاه قرطاج، ومن غاديك مشاو إلى ثاغاست. وفي ثاغاست تلقاو مجموعة ملتزمة بخدمة ربي وبخدمة الكنيسة المسيحية. وما كانش حاجة نادرة بين المسيحيين اللي يشاركوا إيمانهم وقتها بالكتاب المقدس والصلاة إنهم يعملوا حاجة كمن هكا، وكانوا مسمين رواحهم خدام الله. خلال الوقت هذاك عاش أوغسطينوس وجيعة أخرى. ولده الوحيد أديوداتس مات وعمره 17 سنة. ومن بعديك اكتب أوغسطينوس في الموضوع هذا: ربي إلهي خالق كل شيء، نعترف لك بأنه أديوداتس خذا مواهبه من عندك أنت، خاطر ما كنتش عندي في الطفل هذا كان خطيتي، الذكاء متاعه خلاني في دهشة، وشكون غيرك ينجم يصنع العجائب كمن هكا؟ ولكن خذيت منه حياته من العالم هذا بكري برشا. ورجع أوغسطينوس لخدمته واغتص فيها، هي الحاجة الوحيدة اللي بقات له باش يعملها. في ربيع 319 هبط أوغسطينوس لمدينة هيبون الموجودة على الساحل. الأحداث هذا كان سبب باش حياته تتغير من جديد. كان الأسقف متاع هيبون راجل عجوز يتحدث اليونانية. الراجل هذا اسمه فالاريوس، وكان في حاجة كبيرة إلى مساعد أوغسطينوس باش يكون الرجل المناسب اللي باش يعوضه.
تمسكوا المؤمنين متاع الكنيسة بأوغسطينوس اللي كان محترف ومتمرس في فن الخطابة فاليريوس فرح. ترسم أوغسطينوس كقسيس وطلبوا منه أنه يدرب مجموعة من الخدام في هيبون، وكان فالاريوس فرحان وموافق. وفي ساعة تحولت المجموعة هذه إلى دير يخدم كمركز لتدريب القادة المسيحيين. 4 سنين من بعد مات فالاريوس وحطوا أوغسطينوس باش يولي أسقف جديد، وولا مبني الكنيسة البازيليكا مش بركة بلاصة يعبدوا فيها، ولكن زاد مركز متاع دراسة وكتابة، وزاد مركز للحياة اليومية والعمل متاع المجتمع المحلي. في عام 387 كتب أوغسطينوس سيرته الذاتية في كتاب اسمه الاعترافات. الكتاب هذا كان كتاب في نفس الوقت فلسفي، ولكنه زاد شخصي برشا وعاطفي، وكان مكتوب في شكل صلاة الربي. خصص أوغسطينوس بقية حياته للكتيبة، وكتب برشا كتب متاع لاهوت، وكان تأثيره كبير مش في شمال أفريقيا برك، ولكن في كامل أنحاء العالم المسيحي، والتأثير هذا ما زال حتى يومنا هذا. بصفته أسقف هيبون ولا أوغسطينوس الرئيس التنفيذي والمسؤول الإداري على المسيحيين غادي، وهذا يعني أنه كان فما دعاوي قانونية تجيه وكان مطالب باش يحكم فيها. كانت خدمتها صعيبة ومرهقة وعمرها ما تعقف، وكان زاد فما المجالس متاع الكنيسة، وكان يقوم بهذا الكل في الوقت اللي كان فيه ديما يوعظ ويكتب في أعمال لاهوتية. ولكن كانت فما حاجة باش تصير على قريب وباش تصدم الناس الكل. شعب القوط هو شعب جرماني يبدا ليه سنوات يجي ويستقر في الإمبراطورية، والرومان استعملوا شعب القوط وجندوا منه ناس في الجيش متاعهم. الرومان حبوا يستفادوا من شعب القوط، والقوط بيدهم حبوا يضمنوا بلاصة ليهم في الإمبراطورية، ولكن الرومان للأسف كانوا خداعين. برشا مرات قدموا له وعود وما وفاوش بها. مع بداية القرن الخامس تعبوا القوط من هالوضعية ومشاوا بجيوشهم في اتجاه الجنوب وتعداوا على إيطاليا. في 24 أوت من عام 410 احتل القوط روما. الحادثة هذه صدمت العالم، وروما ولات ما عادش قوة عسكرية عظيمة، وزاد ولات ما عادش قوة سياسية هامة، ولكنها قاعدة رمز للحضارة الرومانية. وحتى في شمال أفريقيا حد ما كان يتصور إنه يصير اللي صار. زوز بلايص بركة ما تدمروش في روما أو منعوا هما بازيليك القديس بطرس وبازيليك القديس بولس. خلال القرن الرابع آمنوا القوط بالأريوسية، وبالرغم من أنهم ما كانوش يؤمنوا بالثالوث ولا بألوهية المسيح، إلا أنهم وراوا على الأقل احترام لها المعالم. ولكن علاش صار هذا الكل؟ أتباع الديانة الرومانية القديمة قالوا أنه السبب هو أنه المسيحية نحت من الناس الخوف من الآلهة القديمة، وهذا تسبب في إهمال المعابد متاعهم، وزاد تسبب في تنحية الحماية متاع الأرواح القديمة. جاوب أوغسطينوس على الاتهامات هذه من خلال وعظاته ورسائله، ولكن أكبر إجابة ليه جاءت في كتاب اسمه مدينة الله. مدينة الله مش مجلد واحد برك، وإنما كانت سلسلة متاع كتب فيها 22 كتاب اتكتبوا على فترة متاع 13 عام، وكان الموضوع ما يتعلقش بركة بسقوط روما، وما كانش بركة يحكي على المسيحية في مواجهة آلهة روما، ولا حتى ضد الفلسفة الوثنية اللي جاية من الأفلاطونية الجديدة الرافضة لرسالة المسيح. اللي قدمه أوغسطينوس كان عبارة على نظرة شاملة للإنسانية، التاريخ والحضارة، وكيفاش النجم نشوفوهم من زوز وجهات نظر متعارضة. من ناحية فما نظرة العالم للأرض، وهي قصة متمركزة على ذاتها ومهيمن عليها تأثير الشيطان والأرواح الشريرة، ومن ناحية أخرى
فما نظرة ملكوت الله ومقاصده اللي ظهرها عبر العصور. الزوز وجهات نظر هادم ياخذوا بعين الاعتبار طلوع وسقوط القوى العظمى والمعاناة والوجايع اللي انجرت عليها، ولكن النظرة المسيحية تشوف مقاصد الله من خلال الزمان والأبدية وفي الحياة هذه وفي الحياة الأخرى، ويتكون شعب الله من الناس الموجودين في السماوات ومن الناس اللي ما زالوا في الأرض زادة. نحن كمسيحيين ما زلنا نعيش على الأرض في اللحظة هذه، ونعتبر رواحنا مخلصين لأي مدينة نعيش فيها. على هذاك لازم نكونوا مواطنين صالحين، ولكن في الآخر احنا تابعين لمدينة الله وجنسيتنا سماوية، وهذا يغير كل شيء. وقت اللي نولي واعين بالشيء هذا نلقاو انه النظرة الإنسانية للحياة والتاريخ تظهر ناقصة. النظرة المسيحية فقط هي اللي تنجم تشمل النطاق الواسع متاع هدف الله السيادي وعنايته الإلهية، ومعرفة حقيقة الله تكون فقط من خلال المسيح وحده. كانت هذه وجهة نظر أوغسطينوس. الأحداث في الإمبراطورية الرومانية تواصلت في أنها تاخذ اتجاهات مش متوقعة. بعد 20 عام فما شعب جرماني ثاني اسمه الوندال غزا شمال أفريقيا وهاجم مدينة هيبون. وفي الوقت هذاك كان أوغسطينوس كبير في العمر ومريض. وقت اللي هو قاعد يموت جاه راجل جايب معاه قريبه وطلب من أوغسطينوس باش يحط عليه يده فماش ما ربي يشفيه. قال أوغسطينوس بأنه لو كانت عنده قوة كمن هذه راه طبقها على روحه. قالوا الراجل أنه شاف رؤية وسمع فيها الكلام هذا. برا امشي للأسقف أوغسطينوس وخليه يحط يده على الراجل المريض وتوا يبرأ. خذا أوغسطينوس الموضوع بجدية وعملها مباشرة وتشفى الراجل في وقتها بقوة ربي. مات أوغسطينوس في 28 أوت من عام 430 ميلادي. كان عنده أمل أنه حتى إذا طاحت المدينة تحت سيطرة الوندال فإنه على الأقل المكتبة متاعه تقعد محفوظة. طاحت المدينة بالفعل، ولكن صلاته أيضا استجيب لها على خاطر الكتب اللي كتبها ما زالت معانا لليوم، ومش فقط باللغة اللاتينية اللي كانوا يتحدثوا بها في شمال أفريقيا في الوقت هذاك، ولكنها ترجمت إلى برشا لغات في جميع أنحاء العالم. إنسان رائع، حياة رائعة. اتقال بأنه أوغسطينوس والكتابات متاعه كانوا عبارة على مزيج بين المسيحية الإفريقية وبين البلاغة والفلسفة اليونانية الرومانية. كانت النتيجة فهم قوي ومعقد للإنجيل اللي رغم هذاك كانت في وسطه حاجة بسيطة برشا ولكن عميقة. المسيح قال: أنا هو الطريق والحق والحياة، لا أحد يأتي إلى الآب إلا بي. وحياة أوغسطينوس أثبتت الكلام هذا. ومن كل أعماله اللاهوتية العظيمة فإنه أكثر جملة يتذكروها أغلب الناس من أوغسطينوس هي جملة بسيطة برشا وتقول: يا ربي أنت خلقتنا ليك وقلوبنا مش باش تلقى سلامها إلا فيك أنت.